السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. طبعا النهاردة خلاص اليوتيوب ألغى التعامل بالدولار داخل مصر، يعني خلاص ما عادش حد هيقبض أرباحه من اليوتيوب أو بالدولار. خلاص كل اللي جاي بالجنيه المصري، فخلاص لازم تعمل حساب جديد أو هم فعلوا حساب جديد بدل الحساب اليوتيوب، بدل بالدولار هيبقى بحساب المصري. عشان تغير تضيف حساب جديد، لو حسابك القديم اللي انت ضايفه حتى لو هو كان بالجنيه المصري لازم تضيف حساب من، حتى لو هتضيف نفس الحساب تاني بس من جديد. يعني الحساب اللي انت كنت ضايفه قبل كده لو هو بالمصري وبتقبض بالجنيه المصري هتضيفه تاني، بس على الحساب، على حساب الجنيه المصري اللي هم دخلوه لازم تضيف لهم عليه حساب بالجنيه المصري. لو حسابك بالدولار لازم تعمل حساب بالجنيه المصري وتضيفه. طريقة إضافة الحساب نفس طريقة إضافة الحساب العادي. هتخش على الدفعات، تضغط على الدفعات، معلومات الدفع، هتختار عندك حساب ادسنس مصر اللي هو خاص بالمواقع الإلكترونية، وحساب يوتيوب اللي هو خاص باليوتيوب. في مصر دولار أمريكي ده القديم حتى 1 إبريل. خلاص احنا عدينا المرحلة دي، احنا النهاردة في حساب مصر بالجنيه المصري. مصر دولار أمريكي ده خلاص بقى سابق، اتلغى، بقى مصر بالجنيه المصري. مطلوب منك اللي انت تدخل حساب بنكي. هتضيف حساب بنكي، هتقول إدارة طرق الدفع، إضافة طريقة دفع، الاسم على الحساب المصرفي. لو انت مدخل بياناتك قبل كده في جوجل وبتقبض بحساب جنيه مصري، بحساب جنيه مصري يعني هو كان بيحول لك مثلا بتقبض $100 بيحول لك $100 على حساب جنيه مصري، هتدخل الاسم بتاعك في الحساب البنكي هنا. لو انت كنت مدخل حساب جنيه مصر قبل كده، حسابك بالمصري هنا في البنك الاهلي في بنك مصر في كده هتدخل الاسم اللي انت كنت كاتبه في جوجل ادسنس قبل كده عادي، اسمك بالانجليزي. رقم الحساب بصيغة الايبان، ده رقم بيبدأ بإي جي اللي رقم الايبان العادي. او هتخش على موقع البنك بتاعك، لو انت البنك الاهلي هتخش على الموقع، او طبعا من خلال ابلكيشن البنك هتخش على الموقع تقول له، هتلاقي فيه طلب بالايبان، بتدخل رقم البطاقة بتاعتك، بيجي لك رسالة على الموبايل بيجي لك فيها رقم الايبان بتاع على الموبايل، او بتاخدها سكرينة من على الموقع وبتدخل رقم الايبان هنا. هو رقم مكون تقريبا من 16 رقم بيبدأ بإي جي، وأرقام كتير جدا كده بتكتبها. تمام. خلاص. لو عندك طبعا ابلكيشن برنامج الابلكيشن بتاع البنك بتقدر تجيب من عليه الايبان بتاعك. كل شخص ليه ايبان مختلف عن الشخص الاخر. يعني الايبان بتاعي ده رقم حساب انا، الايبان بتاعك ده رقم حسابك انت. رقم السويفت ده بتجيبه من على النت من فرع البنك، بتقول له رقم سويفت. لو انا البنك الاهلي بقول له رقم سويفت البنك الاهلي الفرع الرئيسي، بنك مصر الفرع الرئيسي، تكتبه على النت بيجيب لك رقم السويفت. بعد ما بندخل رقم السويفت بيبقى خلاص كده جمعنا الثلاث خانات المطلوبين، الاسم ورقم الحساب بصيغة الأيبان ورمز السويفت. بندوس على علامة الصح ضبط كطريقة دفع أساسية، وهيطلب منك إثبات ملكية اللي هو هيبعت لك رسالة. وبعد كده بنضغط طبعا حفظ، هيبعت لك رسالة فيها مبلغ، هيقول لك هنبعت لك رسالة فيها مبلغ أقل من جنيه. طبعا أنا خلاص فعلت الطريقة وهنكمل الرسالة لما تيجي. هيقول لك في خلال 3 أيام عمل، يعني الرسالة ممكن توصل لك أنت عملتها يوم مثلا الحد، ممكن توصل لك الاثنين أو التلات أو الأربع. ممكن تتأخر شوية، أنا وصلتني تاني يوم يعني فوتت يوم اليوم اللي بعده. يعني هو قال في خلال 3 أيام وصلتني في اليوم التاني. في اليوم التاني يعني بتعد 3 أيام، يعني مثلا يوم السبت يوم الحد هيبقى تعد 2 3 4. وصلتني مثلا التلات، يعني اليوم التالت، فوتت يوم ما وصلش حاجة، وصلتني في تاني يوم بمبلغ 61 قرش. هنكمل مع بعض الفيديو، هنشوف الرسالة وبنفعلها ازاي.
طبعا كده الرسالة وصلت. تم إضافة تحويل مبلغ 61 قرش جنيه مصري، يعني 61 قرش، جزء من الجنيه، يعني 61 قرش على الحساب رقم كذا من جوجل أيرلندا. ماشي، بنخش بقى على جوجل أدسنس ونشوف. نخش نفتح المتصفح جوجل أدسنس. الصفحة الرئيسية بنخش على جوجل، بنختار الايميل بتاع القناة اللي احنا عاملين بيه جوجل ادسنس اللي رابطينه بالقناة. هنخش بقى، هيقولك الانتقال الى الدفعات، مطلوب اتخاذ اجراء، هناك مشكلة. ماشي، بتفتح معانا الصفحة دي. طبعا ادسنس مصر بتاع القنوات، مش بتاع اليوتيوب، ده بتاع المواقع الالكترونية. بنختار اليوتيوب، بنختار الجنيه مصري، الحساب الجديد اللي هو بالجنيه المصري اللي احنا ضفنا الحساب البنكي عليه. لم تكمل عملية إثبات الملكية، ماشي، احنا عارفين. هنختار في انتظار التحقق، إدارة طرق الدفع أو في انتظار التحقق. ماشي، هنقول في انتظار التحقق. أنت لم تكمل العملية، بنضغط على أنت لم تكمل العملية بالأحمر. هيقول لك تحديد المبلغ، هنختار عندك 1 قرش لحد 99 قرش. المبلغ اللي جالي في الرسالة 0.61. بندور نختار. طبعا انت بتدخل المبلغ اللي جالك في الرسالة. انا جالي 61، في ناس جالها 21، في ناس جالها اكتر، في ناس كذا. بتختار المبلغ، هتضغط على التحقق اللي بالازرق. تم التحقق من حسابك المصرفي. خلاص كده، المفروض اللي هي تختفي. دي لسه المشكلة في ادسنس، ولكن هنا تم اثبات ملكية. جات لك الرسالة تم اثبات ملكية حسابك المصرفي، شكرا. وكده تمت بسهولة، ومفيش اي حاجة ومفيش اي تأخير وبدون اي مشاكل. لازم تدخل البيانات بتاعتك صح علشان كل حاجة تبقى مظبوطة وتجيلك الرسالة في ميعادها او تتحول لك الحوالة على حسابك البنكي في ميعادها. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. طبعا بعد ما فعلنا خلاص، عملنا ريفريش بس للصفحة، اختفت العلامة الحمراء بعد ما جات لنا الرسالة على الإيميل. خلاص كده تمام، كله تمام. اختفت العلامة الحمراء. برضو هنخش على ادسنس من أجل يوتيوب، نتأكد برضو مع بعض. خلاص كده بيقولك أرباحك، شوف بقى الرصيد بالجنيه المصري، حسابك البنكي تم قبوله. يتم تعديل رصيدك مرة واحدة في الشهر في ادسنس منصة يوتيوب. عايز تعرف أرباحك كام، انتقل إلى اليوتيوب. خلاص كده العلامة الحمراء انتهت. الحساب البنكي كده تم تفعيله بعد ما دخلنا المبلغ اللي هم بعتوه. طبعا المبلغ ده هم بيبعتوه عشان يتأكدوا ان انت صاحب الحساب. لو انت مش صاحب الحساب وتم تحويل حوالة، انت مش هتعرف الحساب اتحول له ولا لا. انما الرساله بتجيلك على موبايلك اللي انت تحول لك فلوس، زي ما حد بيحول لك فلوس فبيقول لك جالك 10,000 جنيه، مبلغ اتحول لك من حد صاحبك او حد بيحول لك. بيجيلك رساله على الموبايل، فانت بيجيلك رساله بالمبلغ اللي هو بيحوله لك. خلاص المبلغ اتحول لك، اتاكد ان ده حسابك وانت صاحب الحساب. كل حاجه كده تمام. طبعا الخطوات لازم تبقى مظبوطه، تدخل الاسم مظبوط، تدخل الايبان مظبوط عشان ما يعملكش حظر للحساب. في ناس اتعمل لها حظر قبل كده، يدخلوا حسابات بنكيه وما بقوش يعرفوا يستلموا ارباح لمده شهور لحد ما اتحلت المشكله. لازم كل الخطوات تبقى صح عشان الرسالة تجيلك مظبوط وكل حاجة تمام. خلاص انت كده هتقبض بالجنيه المصري، ارباحك هي مش هتتغير، ولكن اللي انت كنت بتقبضه يعني ان شاء الله زي اللي بتقبضه بالدولار وبيتحول لك بالمصري، بس انت بتقبض بالجنيه المصري، ما عادش فيه دولار.
حتى الارباح هتتحسب لك والاعلانات هتتحسب لك، بدل ما كان بيقول لك انت النهارده كسبت مثلا 20 سنت ولا 20 دولار ولا 2 دولار ولا 30 دولار ولا 50 دولار، هيقول لك انت النهارده كسبت، قناتك ربحت يعني 10 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه. نتمنى للجميع التوفيق والزيادة في الربح وراحة البال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. أي استفسار هرد عليكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.